السلام عليكم خوتي خواتاتي المتتبعين الأوفياء، حياكم الله داخل الوطن وخارج الوطن. وأنا كنحييكم أغلى تحية المتتبعين ديالي فين ما كنتوا، واسمحوا لي غيبت عليكم شوية لأن القناة ديالي عندي فيها عقوبة. كنت كناخد المحتوى المتكرر ديال الناس وكنحطو، وضربني اليوتيوب بعقوبة ديال 3 ديال الشهور. داكشي علاش انا ما بقيتش كنحط حتى شي فيديو، وبالتالي القناة ديالي كتنقص غاديه وكتهبط، الاسهم كلهم كيهبطوا، لا ديال السوايع لا ديال المشاهدة لا ديال الابوني، كلشي داكشي كيهبط في القناة ديالي. ولكن ماشي مشكل، الحمد لله ما عايشينش بالقناة وما واقفينش عليها، فقط كنا كنوصلوا فيها الصوت ديالنا اللي هو صوت الحق. ولكن واخا ولو كنوصلوا صوت الحق ما يمنع ليناش باش نطلبوا السماح من جميع الناس اللي هضرنا عليهم. انا معاكم امينه ضد الحقره، كنطلب السماح من جميع الناس اللي ذكرتهم باللسان ديالي، ولو كنقول فيهم غير الحق، لان كاين اللي كيبغي تذكروا وكاين اللي ما يبغيش تجبدوا كاع في الكلام. كنطلب منكم السماح، المتتبعين صحاب القنوات جميع اللي ذكرنا باللسان ديالنا، كنطلبوا منه السماح يسمح لينا ويغفر لينا. لان كي قال لنا الله تبارك وتعالى خاصنا نقولوا اللهم اغفر لنا وللمسلمين وللذين آديناهم بلساننا. لأن إلا كتهضر على الإنسان راه وهو ما بغى، راه كتدي معاه الإثم، ولو انت غير كتوريه زعما غير شي حاجة، أو لا كتقول ليه شي حاجة هادي درتيها ما مزيانة، وهادي بحال الانتقاد اللي كنتقدوا. لهذا أنا كنطلب السماح من جميع الناس اللي ذكرتهم باللسان ديالي واللي آديتهم باللسان ديالي. تنتمنى الفيديو ديالي يسمعوه جميع الناس اللي هضرنا عليهم واللي هضرنا فيهم واللي درنا عليهم فيديوهات واللي انتقدناهم. وتنطلب منكم السماح، سمحوا لي وانا مسامحاكم، والله يجعل القلب سميح ديالنا وديالكم، والله يغفر لنا وليكم. لان انا ان شاء الله مقبله على عمره رمضان، وما نبغيش نخلي شي حاجه اللي تجلب ليا الاثم او لا تجلب ليا الوزر، بحال الناس اللي كنذكرهم في الفيديوهات ديالي باللسان ديالي. كنعتذر وكنطلب السماح، لان قال لك الا ما بغيت تقول الخير، الا ما غادي تقول الخير وصمت. داكشي علاش خصنا اللي بغى يدوي وبغى ينتقد يعرف راسو كيدير الانتقاد. انا فعلا كنتقد، ولكن ما كنظلم حد، ما كنحرم لشي حد ولادو، ما كنقول لشي واحد انت سير قلب على باك ولا سير قلب على امك ولا سير دير لا ضي لوليداتك ولا شي حاجه. عمرني ابدا ما تطرقت لهذا الشيء الحمد لله. ولكن كنتقدوا بحال يسرى بنت جوهره مغربيه، انتقدنا جوهره، انتقدنا بزاف ديال الناس انتقدناهم. ولكن تنطلبوا السماح من الناس اللي انتقدناهم واديناهم بلساننا، لان شي كيبغيك تنتقدو شي ما كيبغيك تنتقدو. هذا علاش انا كندير هذا الفيديو الان، وتنطلب الله تعالى اللي وصل عنده الفيديو ديالي يبارطاجيه باش يوصل للناس اللي هضرنا فيهم وانتقدناهم وبغيناهم يسمحوا لينا. كي قلت لكم اخوتي انا مقبله على عمره رمضان ان شاء الله. العقوبه لكم الله يرزقها لينا وليكم، لا يحرم شي واحد من داك المقام، لا يحرم شي واحد من ديك البقعه الطيبه حتى يزورها ويجي منها، يا بالحج يا بالعمره. وكنطلب منكم الدعوات معايا، الله يكمل عليا بالخير، وما توفيقي الا بالله، لان الا ما وفقك الله راه ما توصل ديك البقعه. وكنطلب من المتتبعين كلهم يدعوا معايا الله يكمل عليا بالخير،
وانتم المتتبعين له لا يحرمكم. ووصل لوقت فاش الانسان يدير حساب مع راسو ويحاسب نفسه قبل ما يحاسب الله سبحانه. يحاسب نفسه قبل ما يحاسب الله سبحانه، بان الناس راه كتغلط في الناس وكتدي ذنوب الناس وكتجمع على راسها، كتعمر السجل ديالها بالذنوب وما عندها فيهم لا نقاء ولا جمال. هذا هو علاش الا كان الانسان غادي يبقى يزيد غير في هذا الشيء، اللهم يترك كاع داك اليوتيوب ويبعد منه، لان ما عايشينش به، ما واقفين عليه. وحتى اللي عايش به وكيظلم وكيتعدى راه كياكل غير الحرام وكياكلوا لوليداتو. تنرجو الله تعالى يتجاوز علينا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين، وكاع اللي كيدير شي محتوى خايب يحاسب نفسه ويرجع من داك المحتوى ويدير شي حاجه اللي تعود عليه بالنفع. وحتى الا شد شي حاجه ديال الفلوس يشدها حلالا طيبه، وإلا ما باش يظلم الناس راه داكشي راه كيظلم نفسه اكثر ما يظلم الناس. راه شي واحد اللي كيحسب راسو هو كيظلم الناس، كيتعدى على الناس، راه كيظلم نفسه قبل ما يظلم الناس. هذا هو اللي غادي نقول لكم المتتبعين وصحاب القنوات. تنطلب منكم السماح، وانا راني مسامحه للناس كاملين، كاع اللي هضر عليا ولا قال فيا شي حاجه راني مسامحه ليه، ولا اللي صيفط ليا شي تعليق سلبي راني مسامحه ليه. ولكن انا بزاف كنطلب منكم السماح. صحاب القنوات اليوتيوبرات اللي هضرنا عليهم، الله يسمح لنا وليهم والله يغفر لنا وليهم يا رب يا كريم. لحقاش الانسان الا بغى يمشي لذاك المقام ولا بلا كاع داك المقام خاصو يصفي ويطلب السماح ويعتذر ويتنازل ويضغط على الكبرياء ديالو ويضغط على نفسه باش يتواصل مع الناس ويطلب منهم السماح. لان اللي بغى يتعامل مع الله سبحانه، ما يتعاملش مع البشر. البشر كيبقى غير بشر بحالنا بحالو، ولكن اللي بغى يتعامل مع الله. هذا علاش انا درت هذا الفيديو، وكنتمنى كاع اللي وصل عنده هذا الفيديو يبارطاجيه ليا للي عنده باش توصل الفكره وتوصل المعلومه، ونتناول ان شاء الله السماح ديال الناس اللي غلط فيهم يوم من الايام وانتقدتهم. لحقاش كنقول لكم وانا كنقول لكم راني ما انتقدت بشي انتقاد اللي ظلمت فيه شي حد، ولكن رغم ذلك راه كاين اللي ما كيبغيك تهضر عليه ولا تطلع به فيديو. هذا هو المضمون ديال هذا الفيديو. وغادي نزيد نوصيكم المتتبعين وصحاب القنوات، ليلة نصف شعبان ما تفوتكم، تسامحوا مع الناس وتغفروا مع الناس، لأن ليلة نصف من شعبان اللي هي نهار الخميس إن شاء الله وقدامه صباح الجمعة، راه الله تبارك وتعالى كينزل للسماء الدنيا وكيقول هل من مستغفر نغفر ليه. وإلا تسامحوا الناس بيناتهم كاع جميع اللي دار شي عمل ديال الخير كيصعد لعند الله، إلا المشرك والمشاحن. ما المشرك راه معروف، والمشاحن وهو اللي بينه وبين شي حد آخر، لا في الأرحام ديالو ولا في الناس اللي قراب ليه ولا في غير المسلمين اللي دايرين به. إلا كان مشاحن مع شي حد راه الأعمال ديالو ما كتصعد للسماء، ما كتقبل عند الله. ماشي كلامي هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي كيوصل لنا الحمد لله فين كاين الخير وكاين هنا على فين كاين الشر. هذا ما كان اخوتي، سارعوا الى مغفرة الله. ليلة نصف من شعبان لا تفوتكم المتتبعين اصحاب القنوات، لا تفوتكم. اللي ما خاصم مع شي حد يتصالح معاه، اللي معادي مع شي حد يتصالح معاه، سيلوا الارحام ديالكم، سيلوا الارحام ديالكم ولو ما بغاو ولو بالتليفون. واللي بادر بالخير راه هو اللي غادي يدي الاجر كتير. راه جميع راه كنصوموا وكنصلوا وكنعبدوا الله وكنصدقوا وكنديروا الدعاء وكنديروا الاذكار، ولكن راه حتى شي حاجه ما غادا تطلع لعند الله الا كنا مشاحنين مع شي حد اولا مقاطعين مع الارحام ديالنا. لهذا نوصيكم ونفسي
اش نقول لكم، نوصيكم ونوصي نفسي باش تبادروا الى المغفرة بيناتكم، تغفروا لبعضياتكم وتسامحوا بعضياتكم، باش الله تبارك وتعالى يقبل الاعمال ديالكم كلها اللي دازت في السنة، لان ليلة النصف من شعبان تيطلعوا الاعمال عند الله، وكاين منهم اللي كيتقبل وكاين منهم اللي كيرجع على مولاه ما كيتقبل، لان يا اما يكون مشرك، يا اما يكون مشاحن، يا اما يكون قاطع الارحام ديالو، وهذا الشيء ماشي في الصالح ديالنا. حنا لاحقين على باش الله تبارك وتعالى يغفر لنا ويتجاوز علينا، رحنا خطائين وكلنا خطائين، وخير الخطائين التوابون، والله يرد بينا وبكم، والله يرد بينا وبكم لما يحبه ويرضاه. وتنتمنى المتتبعين الاوفياء ديالي بارطاجيو لي الفيديو باش يوصل عند الناس اللي طلبت منهم السماح، لانني انا غاديه ان شاء الله نزور بيت الله، وما بغيت حتى شي واحد نكون ظلماه ولا دايا من جهته الاثم. وجزاكم الله خيرا المتتبعين ديالي، وبارك الله فيكم، وتعاونوا معايا بالبارطاج يوصل الفيديو ديالي لأعلى نسبة في المشاهدة، باش يوصل عند الناس اللي أديناهم بلساننا، والله يغفر لنا وليهم يا ربي يا كريم. وجزاكم الله خيرا المتتبعين، وماني ما نكره شيء تدعوا معايا وتصيفطوا لي الدعوات ديالكم في التعاليق، واللي يحرمنا ولا يحرمكم من داك البيت ديال الله سبحانه حتى نزوروه كاملين، والله يتقبل منا ومنكم. وكنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.